السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. فاكرين ريحة الفرن زمان لما كانت القراقيش بتطلع سخنة ومقرمشة؟ وصفتي النهاردة هتخليكي تعملي أحلى قراقيش سادة وقراقيش بعجوة في أي وقت تحبيه، بطعم يجنن وهتشرفك قدام ضيوفك. مستعدة؟ يلا بينا نبدأ. معايا كيلو من الدقيق، عليه رشة ملح أو ربع معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، 2 ظرف فانيليا. إيه لو مش حابة تحطي فانيليا بلاش. معايا هنا معلقتين نشا، بس انا بحب انخل النشا. بقلب كده المكونات الجافة كلها مع بعض. بعد كده بنزل ب5 معالق من السمسم المحمص. معايا 350 جرام من السمنة، ممكن تعمليه بسمنة وزيت مع بعض. لو بتحب القراقيش ناعمة زيادة شوية يبقى 400 جرام سمنة على زيت. ببتدي بقى اقلب. طبعا السمنة انا مبقدحهاش في القراقيش، بسخنها بس. ببتدي بقى اقلب كده. وطبعا القراقيش احنا بنبسها زي ما بنبس الكحك. لازم نتأكد ان المادة الدهنية دخلت جوه الدقيق كويس. وزي ما انتم شايفين كده، كده انا خلصت مرحلة البس. معايا نص كوباية من المية الدافية، بحط عليهم ظرف من الخميرة الفورية او معلقة كبيرة من الخميرة الفورية و3 معالق سكر، وابتدي اقلب. بسيبها 5 دقايق تفور كده بس. وبعد كده ابتدي احطها على العجين. ابتدي اقلب بقى. دي نص كوباية من اللبن، هو المفروض معايا كوباية لبن. حطيت نص كوباية وبعد كده ابتدي احط نص الكوباية التاني. طبعا زي ما احنا عارفين كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني. آه، هو المفروض مقدار السوائل كوباية ونص لكوبايتين، ما تبقاش ازيد من كده. بعد كده معايا هنا العجوة. العجوة دي انا ما بشتريش عجوة جاهزة. العجوة دي انا بجيبها وبفصصها وبغسلها وبنشفها كويس وبعد كده بفرمها. تمام. طبعا لو حابة انت تشتري العجوة او التمر اللي هو المفروم او المنسول الجاهز مفيش مشكلة. حطيت عليها معلقتين من معلقة كبيرة من السمنة ومعلقتين من السمسم المحمص وبعجنهم مع بعض. وعملتها صوابع زي ما انتم شايفينها كده. العجينة كانت خمرت معايا. ببتدي بقى اقسمها آه، زي ما انتم شايفين كده. كيلو دقيق هنا انا هعمل نصه سادة، قراقيش سادة، والنص التاني هعمله بعجوة. باخد كده قطع العجين اللي انا عملتها وابتدي اعملها بشكل طولي زي ما انتم شايفين. باخد هنا من القطع اللي انا قطعتها وابتدي ابرم كده. تمام زي ما انتم شايفين يعني في الفيديو. وبعد كده ببططه وابتدي اقطعه. بوريكم كمان واحدة، حبيت برضو اقرب لكم الفيديو شوية. اتمنى الفيديو يكون موضح الطريقة يعني. بصوا كده، وابتدي بقى بالمبينة او بالفرادة ابتدي بقى ايه اساوي كده الوش. وابتدي بقى ايه على طول اقطع. انا هنا ممكن تقطعي بسكينة او انا هنا بقطع بقطعة البطاطس اللي هي بتدي شكل زجزاج كده من الجنب. طبعا معايا صاج انا بحط فيه على طول، برص فيه على طول يعني. بصوا هنا دي سمك العجين.
قبل السوا. هنا بقى خلصت صاج القراقيش السادة، ببتدي بقى اعمل القراقيش اللي هي بعجوة. بفرد كده العجينة زي ما انتم شايفين برضو بشكل طولي، وباخد قطعة من العجوة اللي احنا حاطين عليها سمنة وسمسم، وافردها بطول العجين. تمام. بحطها في النص بقى كده وابتدي اقفل كويس عليها. بتقفلي كويس جدا وتبقي متأكدة ان انتي مقفلة كويس العجينة على العجوة، علشان لو العجوة طلعت برا العجين بتتحرق وبتعمل طعم مش كويس. وانتي بتبططي كده تبتدي تساوي الاطراف، وبعد كده بساوي الوش عشان يبقى سطح العجين املس. بسويه بالمبينة. وبعد كده ببتدي بقى ارص زي ما عملنا في القراقيش السادة بالظبط. معايا صاج تاني ببتدي ارص فيه اهو كده. خلصنا الصاجين. طبعا بتدخل درجة حرارة 180 علشان تاخد لون من جوه زي من بره. تمام. احنا بس ما بنزودش سوا جامد قوي في القراقيش اللي بعجوة او اي حاجة محشية، علشان بس الحشوة ما تنشفش منك. حبيت بس افتح كده القراقيش بعجوة قدامكم. العجوة طرية زي ما انتم شايفين، والقراقيش السادة مفرغة من جوه ومقرمشة. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوناش بقى من صالح الدعاء، ويا ريت ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.